السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم عراضه اللي نحضر فيها الدجاج محمر بطريقه بحال شكل ديال الاعراس. هنا عندي 6 دجاجات من وزن 2 كيلو ونص. عندي الابزار، سكينجبير، مكعبات الزعفران، عندي قعقله وبسيديسه كيعطيو نكهه زوينه للدجاج. بالنسبه للزيت نحتاج 2 كيسان بقياس كاس العنبه، 8 فصوص الثوم محكوكين، عندي الحامض، ربطه القزبر والمعدنوس، عندي الملون الغذائي والزعفران وشويه د الملحه، ونحتاج ل6 حبات البصله. في اناء نحتاج 2 معالق كبار ديال الابزار، نزيد عليهم 2 معالق كبار 2 معالق ونص كبار ديال السكينجبير، نزيد عليهم شويه زعفران وملون الغذائي، نحتاج 2 معالق كبار ديال قعقله وبسيديسه، و4 المكعبات الزعفران اللي كيعطيو نكهه زوينه للدجاج. نحتاج 2 كيسان ديال زيت مائده. يمكن لينا هنا نخلطوا زيت الزيتون مع زيت المائده تجي زوينه، وكنا نزيدوا شويه ديال السمن، من بعد نزيد 8 فصوص ثوم محكوكين، نخلط الكل حتى يندمجوا العناصر. نزيد على الخليط واحد نص حامضه معصره. ديجا انا هنا غاسله الدجاج بالحامض، وغنزيد عاود الحامض مصير، هذا حتى 90 نص حامضه كافيه. من بعد كنشرب الدجاج بهاد العطريه اللي وجدت. يمكن لينا نديرو الدجاج يتفرمل الليله قبل باش كتدخل فيه ديك العطريه مزيان، ولتسهيل حتى الوقت. غنستمر على هاد الشكل حتى نكمل هاد كميه الدجاج اللي عندي.
من بعد كنشل الطاسه اللي فيها العطريه، كنزيد عليها الماء وكنديرها في الطنجره، كنستف هاد الدجاج في الطنجره. كانت كميه الدجاج كثير على الطنجره، نفرقهم في جوج طنجرات ونديرهم كيغليو فوق البوطه، ونزيد عليهم هاد الربطه القزبر والمعدنوس باش كيطيب لنا الدجاج في خاطرو ما كيتفرتكش. نقسمهم على جوج. كناخد واحد شويه المرق من ديال الدجاج، كندير فيه البصله مقطعه على هذا الشكل، باش كتجينا الدغميره ثقيله. المهم نستمر بهذا الشكل حتى نكمل كميه البصله اللي عندي. بالنسبه للدجاج راه درت فيه تقريبا 3 حبات البصله مشلضين على شكل رقيق. من بعد كنزيد عليهم الكبده والقنصه مقطعين على شكل رقيق بعد ما سلقتهم مع شويه الحامض باش كتحيد منهم الزفره. كنقطعهم على هذا الشكل وكنزيدهم على البصله. كنزيد عليهم تقريبا معلقه كبيره ديال القرفه، وربعة المعالق سكر سنيده، وكنخليهم كيتعسلوا فوق من البوطه حتى يتعسلوا مزيان كما تشوفوا معايا. من بعد ما طاب الدجاج كنخرجو كنديرو في اللاطه اللي نكون فرشت ليها ورق طهي، وناخد شويه المطارد ونزيد عليه تحميره، كندمجهم بجوج مزيان حتى كينسجموا. كندهن بهم الدجاج كيجينا اللون ديالو ذهبي، كيجينا محمر من جميع الجوانب. كندهن به الدجاج كامل، كندخلو الفران اللي يكون وجدت وكيسخن من قبل. هنا نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الدجاج اللي عندي. من بعد ما تحمر الدجاج غنوضعو في الطابسيل التقديم، كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين كيف تشوفوا، كيجي محمر من جميع الجوانب. حتى داك المطاب كيزيد واحد النكهه زوينه.
هنا الطبسي ديالي شويه صغير، كنسدسو فيه الدجاج على هذا الشكل. كندير المرق في الوسط، بالنسبه للبصله والكبده اللي عسلت كنحطها فوق الدجاج على هذا الشكل. كنزوقو بالزيتون، وبالحامض المصير والهريسه. كنقدم هذا الطبق بالصحه والراحه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وشكرا على المشاهده. الى فيديو اخر ان شاء الله.